عادل إمام راهن عليه ونانسي عجرم رقصت له. إسعاد يونس تنمرت على ودانه، وإيناس الدغيدي اتهمته بالإدمان ودمرت مستقبله الفني. مين فينا ما يعرفش الكوميديان مصطفى هريدي؟ مش محتاج دور بطولة عشان يعشش في دماغنا. بالنسبة له كفاية 30 ثانية وبدون كلام هيموتك من الضحك وهتفتكره 30 سنة قدام. ورغم إنه ممثل كوميدي لكن حكايته دراما. أول مرة يمثل لما كان طالب ابتدائي في السعودية، وجه مدرس الدين يعمل مسرحية يقدم فيها قصة سورة الفيل، فاداله دور أبرهة الحبشي. راح مصطفى ركب على ظهر زميله كأنه فيل وموت الناس من الضحك، والناظر اداله هدية، ومن ساعتها وهو هدفه يمثل ويضحك الناس. ولما نزل مصر أخد الثانوية، وكان صاحبه أيمن بهجت قمر، وبعد الثانوية كان عاوز يبقى ظابط، فقدم في كلية الشرطة لكنه اترفض بسبب ودانه واتكتب له أذن وطواطية. حس بإحباط شديد لكنه ما استسلمش، وقدر يوظف سبب رفضه من الشرطة بشكل فني عشان تبقى سبب شهرته. لكن الناس ما سابتهوش، والتنمر على ودانه فضل مستمر. حتى صاحبة السعادة نفسها إسعاد يونس اتريقت على شكله. هريدي كان طالب في حقوق ومالوش علاقة بالفن لا من قريب ولا من بعيد، لحد ما هشام عباس قال له تعالى معايا في كليب أم الحبيبة، والمخرج علي إدريس أعجب بيه وقال له وعد أول فيلم أخرجه تمثل معايا. ويشاء القدر أول فيلم لعلي إدريس يكون التجربة الدنماركية، وإدريس يوفي بوعده وجابه في مشهد قصاد عادل إمام. وبيحكي مصطفى الزعيم أول ما شافني قعد يضحك ويقول لي أنت وشك بيضحك من غير ما تتكلم. ومن ساعتها تبناه عادل إمام وخدوا معاه مرجان أحمد مرجان، وما كانش له دور في السيناريو، لكن مصطفى بخفة دمه ارتجل الدور، وبقوا يدوله مشهد المدرج ومشهد في الديسكو لغاية ما جه مشهد ماتش الكورة وما كانش ليه دور. قالوا له تقف جون، قال لهم اقف عشان يكون أهم مشهد في تاريخه. والزعيم استعان بيه في حسن ومرقص وعفاريت عدلي علام وفالنتينو ومسرحية بودي جارد لمدة 8 سنين. وبعدها اتعرض عليه إعلان قناة ميلودي مع مغنية لبنانية، مضى العقد وراح من غير ما يعرف حتى هي مين، واتفاجئ إنها نانسي عجرم. دخلت تغني له وترقص حواليه وهو باصص مش مصدق ومندهش. ومن ساعتها اسم هريدي سمع في كل الدول العربية، وأي مكان يروحوا الناس تتصور معاه زي ما بيتصوروا مع عادل إمام، ما هو ده حبيب نانسي عجرم. وأخيرا جاله أول دور بطولة مع المخرجة إيناس الدغيدي في فيلم مجنون أميرة، وشكل الدنيا بدأت تحلو وهيكبر وسط النجوم وهينافس في شباك التذاكر. لكن للأسف الفيلم فشل ذريع، وبعض النقاد وصفوه بأسوأ فيلم في تاريخ السينما. أما المخرجة إيناس الدغيدي رمت اللوم كله على مصطفى، وقالت إنها ندمانة على الفيلم وإن مصطفى كان السبب لأن عنده مشاكل مع الإدمان والشرب ومشاكل صحية. والتصريح ده دمره مهنيا تماما، وساعتها الناس افتكروا إن شخصية هريدي في مرجان أحمد مرجان الشاب المحشش السكران هي دي شخصيته الحقيقية، رغم إن ده عكس الحقيقة تماما، وإنه في كل اللقاءات الإعلامية كان شخص موزون وطبيعي ومثقف. وساعتها المنتجين بطلوا يطلبوه في أدوار، وجت الثورة كملت عليه، ملقاش شغل ومفيش فرصة يضحك الناس، فقرر يسافر الأردن وقعد هناك 4 سنين، وفضل الوقت ده كله بيعاني من توابع تصريح إيناس الدغيدي وفشل الفيلم، لحد ما رجع مصر في 2016 وفضل منعزل عن الفن، لحد ما كلمه تامر حسني وطلبه في إعلان فرح له بسرعة، وبدأت الدنيا تضحك له تاني، والزعيم كلمه بنفسه وأخده معاه في كذا مسلسل. وكالعادة أي حد الزعيم بيراهن عليه بيكسب، لأن عنده نظرة في الفنان اللي قدامه، والفرص دي كلها رجعت له ثقته في نفسه وانتشلته من الإحباط والفشل، بعد ما كان تصريح المخرجة إيناس شبه دمر مشروع فنان كوميدي واعد. وفي شهر مايو اللي فات قبضت الشرطة على مصطفى بعد ما خبط عربية فيها 4 طلاب في الشيخ زايد، وهم ال5 اتصابوا بكسور نتيجة الحادث. لكن أثبتت التحريات إن الحادث كان غير مقصود، وقدر مصطفى يخرج بكفالة. مصطفى إنسان جميل وطموح ولسه عنده كتير يقدمه، وكل اللي نفسه فيه يقدم دور مهم يثبت فيه نفسه وموهبته غير الأدوار الكوميدي. وإن شاء الله نشوفك قريب يا مصطفى مكسر كل شاشات العرض.